غادروا بيوتهم وعبروا 3 دول، لكن مصيرهم قد يحسم عند بوابة واحدة، معبر رفح. قافلة ضمت أكثر من 2000 ناشط انطلقت من تونس نحو غزة، فهل يسمح لها بالعبور؟ في حدث غير مسبوق صباح الاثنين 9 من يونيو 2025 انطلقت من تونس العاصمة قافلة برية ضخمة تحت عنوان قافلة الصمود، في حراك شعبي رمزي تهدف لكسر حصار غزة ودعما للشعب الفلسطيني وتحديدا لأهالي رفح المنكوبة. جمعت القافلة أكثر من 2000 ناشط تونسي شاركوا في تسجيل نحو 7000 طلب مشاركة، اكتمل منهم نحو 1500 حتى 1700 مشارك حضروا بجميع وثائقهم. انضم إليهم نشطاء من الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا في رسالة تضامن مغاربي. بعد الانطلاق توجهت القافلة إلى مدن سوسة وصفاقس وجابس ومدنين. وصلت القافلة في ساعة متأخرة من المساء إلى مدينة بنجردان، وهي آخر نقطة لها في تونس قبل دخولها الأراضي الليبية. ويؤكد منظمو القافلة أنها تحمل مساعدات رمزية، حيث أن هدفها الرئيسي هو المشاركة في الحراك العالمي لكسر الحصار على غزة، لتواصل بعد ذلك مسيرتها نحو ليبيا عبر معبر رأس جدير مرورا بطرابلس، مصراتة وبنغازي. بعدها سيكون الموعد القادم معبر السلوم في مصر في حوالي 12 من يونيو وصولا إلى القاهرة، ثم معبر رفح في حوالي 15 من يونيو. تقدر المسافة الإجمالية للرحلة بحوالي 2000 إلى 2200 كيلومتر، تمتد عبر تونس وليبيا ومصر حتى حدود غزة. الرسالة كانت واضحة: دعم معنوي، شعبي ومدني، من شعب تونس إلى الشعب الفلسطيني، في لحظة يحاصر فيها أهالي غزة وتقطع عنهم كل سبل النجاة. الصور من ساحة الانطلاق تظهر تلاحما شعبيا حقيقيا، مكونات مجتمعية من شباب وأطباء ونقابيين وكشافة، وآلاف المشاركين يلوحون بأعلام فلسطين ويرددون شعارات مناصرة لغزة ومناهضة للتطبيع، داعين إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة. وبين الحناجر والهتافات كانت تونس تؤكد من جديد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد خبر، بل قضية وجدان وهوية. فهذه القافلة لا تنقل مساعدات بالمعنى التقليدي، بل تحمل رسالة رمزية: كسر الحصار الظالم وإظهار تضامن مغاربي مع أهل غزة، وهي جزء من تحرك مدني دولي يشمل قوافل أخرى. ورغم التعقيدات الأمنية والإدارية المتوقعة، إلا أن رمزية الفعل والحضور الشعبي والتحرك الجماعي شكلت كلها رسالة قوية: من تونس لن ننسى غزة ولن نصمت على المجازر. قافلة الصمود البرية أكثر من مجرد تنقل، كانت موقفا سياسيا وشعبيا وحدثا يوثق لحظة مفصلية في ضمير الشعوب. لكن يبقى السؤال الكبير: هل ستتمكن قافلة الصمود من عبور معبر رفح والوصول إلى غزة وتوصيل رسالتها الحقيقية؟ هذا التحدي لا يقتصر على الطريق فقط، بل يمتد إلى قلوب الشعوب ومدى قدرة الضمير العالمي على تحريك مواقف حقيقية لدعم الفلسطينيين. أقول لشعب تونس البطل: معا وسويا حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. شكرا لمتابعتكم. فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. معا نتابع الحقيقة ونكشف عنها.